والكره ترتد ترجع لفريق كابس يونايتد. كره فريق كابس يكسبها لعبد الرحمن الامامي. تمرير تمويه من عبالو للترهوني الكروس والهدف والواحد صفر الواحد صفر. الأهلي سجل على الراسية. الأهلي يتقدم بالواحد صفر. الكرة تتجاوز الخط وتمنح السباقية لفريق الأهلي. الأهلي سجل براسية صالح الثاني قدم ورقة اعتماد. صالح يدع كرة في المرمى ويشعل مدرجات ملعب الطيب المهيري. صالح يتمكن من التسجيل بضربة راسية محكمة تعلن عن تقدم الزعيم. الأهلي يتقدم. الكروس من الترهوني والصالح يدع كرة في المرمى. الكرة تتجاوز الخط. الكرة تعلن عن تقدم أهلاوي. صالح الطاهر براسية رائعة براسية محكمة تمنح الأهلي الأسبقية. الأهلي 1 كابس يونايتد الشيء. انطلق الأهلي الآن بهدف صالح الطاهر. صالح ليكون مهاجم أساسي في تشكيلة الأهلي. الآن الأهلي ينطلق بقوة. التقدم أهلاوي بهدف مقابل لا شيء. هذا هو المدرب شيتين بوي مدرب فريق كابس يونايتد. اعطيني الإعادة بكل تجرد. إن كانت الكرة تجاوزت الخط لا الكرة بكامل رمتها بكامل محيطها تجاوزت الخط. وكرة صالح الطاهر تتجاوز إمكانيات كل دفاع ليتواجد بقوة في المبعث القادم أمام الويسما اتحاد العاصمة الجزائري. كرة تلعب بشكل مقاوس والحارس نشنوش في المرمى. هدف التعديل لكابس يونايتد. خطأ كبير من نشنوش يكلفنا هدف. كرة في المرمى اتغيرت نشنوش. كابس يونايتد يرجع للمباراة. نبهت على الكرات العرضية وعن مشكلة نشنوش. كرة من ضربة زاوية اتغيرت نشنوش وكابس يونايتد يعدل الكفة. أمامنا الكروس من بيفون بيتزاي. كرة مستوى القائم الثاني كانت صعبة جدا. تمكن كابس يونايتد من إدراك التعادل. هدف مقابل هدف. يرجع ممثل زيمبابوي للمباراة الأول في طريقه لينتهي بالتعادل 1-1. شفنا أخطاء بالجملة وكابس يونايتد كان خطير لأكثر من مرة. خطأ كبير فرصة الثاني الهدف الثاني لرونالد شيتاوي. كرة مرت من الترهوني والروني لا يرحم. الروني الخطير اخطاء بالجمله كلفنا هدف ثاني في مرمانا. الهدف الثاني في مرمانا والكابس يضربنا بهدف ثاني. الامور اصبحت صعبه يا سلام. الامور تعقدت بهدف ثاني يسجل رونالد شيتاوي. روني داخل المنطقه ويسدد بقوه 2-1. كرة مرت من محمد الترهوني ليتجد رونالد شيتيو هداف الفريق. سجل في مرمى اتحاد العاصمة هدفين واليوم يسجل في مرمانا. حكم المباراة يحتسب خطأ لصالح الطاهر. المهمة الآن أصبحت صعبة جدا. 2-1 تقدم لفريق كابس يونايتد. مشكلة اللاعب الليبي مشكلته في عدم الاستمرار. يبالغ ويفرح بمباراة يعيش عليها. لهذا كنت متخوف يعيش الفريق على انتصار هراري وايضا تحديد المباراة مكافآت المالية بعد المباراة وليس قبل المباراة. خلاص اللاعبين طلع من اجواء المباراة من اجواء التنافس. ديربالي مر عبالو راس عبالو هو التعادل. هو هيا دوبياتا صالح دوبياتا للمرة الثانية براسية. صالح الطاهر يضع كرة في مرمى كابس يونايتد. كروس غير عادي من عبالو والاهلي يرجع للمباراة. الأهلي يتمكن من التعديل وصالح الطاهر يقدم أوراق اعتماده كهداف هاد كمهاجم خطير. لاعب يتعامل مع الكرات العالية كما ينبغي. لاعب يجيد اللمسة الأخيرة لمسة رائعة يا صالح يرجع الأهلي يعود للمباراة.
النتيجة 2 مقابل 2 والاهلي عدل الكفة. صالح الطاهر يدرك التعديل. بداية رائعة جدا مثالية للاهلي. هدفان لهدفين. صالح الطاهر بنفس الطريقة بنفس الاسلوب يتعامل مع الكرة كما ينبغي، يضعها في مرمى الكابس يونايتد. الان مؤيد منتج عام 2000 تفرج عليه اكثر من 200 مرة ديبالا، ولكن في انتظار ديبالا الاهلي والعرب. كرة تلعب بين فيفيان مابيدي ممتازة باتجاه صلاح دبالي. السامح والعطية ممكن هيا والغنودي يسجل الغنودي. هذا هو ردك، هذا هو عنفوانك. الغنودي يضع كرة في المرمى. الهدف الثالث للاهلي. الغنودي يسجل، الغنودي بكل شطارة بكل مهارة يضع كرة في المرمى. المقاتل محمد غنودي يسجل يا سادة. الغنودي هو من يصنع الفرحة والسعادة. الاهلي يتقدم بثلاثة مقابل 2. انها ريمونتادا الاهلي، انها الريمونتا بتاع الاهلي يسجل الثالث. الغنودي تحب الكرة والكرة تحب الاهلي والكرة بالشبكة تتكلم عن ثلاثية الاهلي يتقدم بالثلاثة. كرة من ديبالي يتابع الغنودي يضع في المرمى والغنودي يسجل الغنودي. مؤيد تابع الصالح الطاهر يرجع كرة ديبالي كروس. كرة وصل بالدفاع. مؤيد هو الرابع. هو الرابع. هو ديبالا العرب. هو مؤيد ولد اللافي سجل. قلت عنه مؤيد، قلت عنه ديبالا. استنجد بجمالية التصوير ودقة التعبير وروعة المجاز والتشبيه، ويستحق التشبيه. هو ديبالا ليبيا، هو ديبالا العرب، هو مؤيد اللافي. رباعية في هراري ورباعية في الساكس. الاهلي صاحب الرباعيات. الاهلي يتألق. الاهلي يقدم لنا شوط ثاني نموذجي. الاهلي يقدم لنا شوط ثاني كبير. الاهلي بقوة الشخصية، الاهلي بقوة الكبار يرجع للمباراة. هي الريمونتا الاهلاوية، الريمونتا العودة للاهلي. الاهلي يدق شباك الكابس بالرباعية. 4 مقابل 2. اللافي يا سادة الكرام يعزف اروع الالحان والاهلي يضرب الاربعة. 4-2. مباراة صعبة جدا في شوط اول. الكل تخوف، الكل كان يتصور ان الاهلي اليوم سيسقط في الفخ، ولكن الاهلي